العربيه لما بتتخبط وبتحتاج ترش، لو انت وفرت في الحته دي هيحصل ازمه. زي ما انت شايف كده البي ام دي بقت كل ما تتخبط في حته ترشها عند اسوأ حد ممكن او اوفر حد ممكن. النتيجه ان العربيه بقت كلها متخرشمه بالمنظر ده قوي. العربيه بتدي قرايه 1000 دي، يعني العربيه دي معجونه. ظبطنا العربيه على كان الفابريكا. خلاصه الكلام ان انت لو هتصرف على عربيتك صح هتاخد نتيجه حلوه قوي، نتيجه حلوه قوي ومكمله معاك، غير ان انت تصرف عليها الاوفر. فالنتيجه ديكور مكياج للعربيه، تستلمها شكلها حلو، بس شهر شهرين وتلاقي العربيه بقت اسوأ مما كانت، لان انت ما عالجتش مشاكل، انت دريت المشاكل. كده الدهان عامل ازاي؟ حبايه دهان مظبوطه، لمعه مظبوطه، مش اوفر ولا مطفيه، ما فيهاش ديفوهات، ما فيهاش اي مشاكل. العربيه تحس انها لسه خارجه من مصنع النهارده. على شرط العربيه دي موديل 2011، صاحبها لما يجي يبيعها ربنا يبارك له هيمسك فيها السعر اللي هو عايزه، هياخد سعر الدهان اللي هو رشه اضعاف، شكل العربيه هيبقى بياع. في الحاله دي حافظ على استثماره، تفاش ان هو يحط، وتعلم ان هو ما يحطش مكياج للعربيه كبوت شقق. لكن لما ظبطنا الكبوت ان هو ما بقاش فيه معجون اصلا، المعجون يدوب ابسط حاجه ممكنه، فالنتيجه ان الكبوت بيديله قرايات مظبوطه وشكل عربيه يجنن، ولما يبيع يكسب. طبعا عايز توفر مش هتاخد الدهانات دي، انت هيتعمل لك ديكور، واحنا بصراحه ما بنعملش الديكور ده، فلو عايز توفر ما تجيلناش. لكن عايز تظبط عربيه بجد لما تبيعها تكسب فيها بجد، مش تخسر عشان عربيه كانت رشه، هتجيلنا بقى واحنا هنقابلك بصراحه وهندي لك احلى حاجه.